السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النكليكس. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية عن المؤهلات المطلوبة للسفر والعمل كممرض قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيه هي شركات معادلة الأوراق، واتكلمنا عن شركة CGFNS وشركة جوزيف سيليني والمميزات والعيوب. لو مسمعتش الفيديوهات اللي فاتت لازم ترجع تسمعهم عشان تتابع معايا. النهاردة هنتكلم عن اختيار البورد اللي هتقدم عليه عشان تاخد رخصتك الأولى وتقدر من خلاله تمتحن النكليكس RN ويبقى معاك رخصة للعمل في الولاية دي. هنتكلم عن البوردات اللي بنختارها وليه بنقدم على واحد منهم مش أي بورد تاني، وإيه أشهر بوردين بنقدم عليهم وإيه المميزات كل بورد فيهم. الخطوة الأولى، أنت دلوقتي عملت معادلة الشهادات مع أحد الشركتين ومنتظر التقرير بتاعك. إزاي هتختار البورد أو الولاية اللي هتطلع رخصتك عليها؟ احنا عندنا 4 ولايات بنستخدمها علشان نطلع الرخصة ونمتحن من خلالها امتحان النكليكس RN، وهم تكساس ونيو مكسيكو وإلينوي ونيويورك. وبنختار الولايات أو البوردات دي علشان سهولة الإجراءات إني أقدر امتحن من خلالها، علشان في بوردات كتيرة بتتطلب وجودك داخل أمريكا ومعك رقم ضمان اجتماعي السوشيال سيكيورتي نمبر، أو متطلبات أخرى زي إنك تبقى ناجح في امتحان لغة مثلا. وده مش معناه ان لازم بالضرورة اشتغل في الولاية دي اللي بطلع الرخصة الاولى عليها، لان بعد النجاح ممكن اعمل نقل الرخصة من ولاية للاخرى لحاجة اسمها الاندورزمنت لما اكون محقق شروط الولاية دي، زي ولايات مثلا بتتطلب امتحان لغة وهكذا. طيب هنتكلم عن اشهر بوردين بنستخدمهم عشان نمتحن من خلالهم نكليكس وناخد الترخيص، وهم بورد تكساس ونيو مكسيكو. هنعمل مقارنة بينهم من حيث السعر ومدة ال ETT اللي هو Authorization to Test، وده رقم الأحقية بيطلع لك بعد ما بتسجل على Account Person View، هنتكلم عليه بعد كده، ويديلك مدة معينة لازم تحجز الامتحان في المدة دي. أول حاجة هنتكلم عنها من حيث السعر، فبورد تكساس $75 أمريكي، أما نيو مكسيكو $150 أمريكي. تاني حاجة هي البصمات، وهنتكلم عن إيه هي البصمات، وبورد تكساس ونيو مكسيكو الاتنين مطلوب فيهم البصمات. تالت حاجة وهي مدة ال ETT اللي بيديها لنا البورد، ففي بورد تكساس 75 يوم، أما في بورد نيو مكسيكو 6 شهور، ودي المدة اللي تقدر تحجز الامتحان في خلالها بعد ما تعمل أكاونت على بيرسون فيو. رابع حاجة وهو امتحان اللغة، وده مش مطلوب ولا في تكساس ولا في نيو مكسيكو، ده معناه إني أقدر أمتحن النكليكس وأنجح فيه من غير ما يبقى معايا امتحان لغة. وده شكل بورد تكساس بعد ما نعمل عليه أكاونت. هنتكلم دلوقتي عن البصمات، إيه هي؟ ودي عبارة عن كارت بتحط عليه بصماتك بطريقة معينة وبتكتب فيه اسمك ومعلومات عنك بعد ما تكون سجلت على موقع ايدنتيجو، وده رابط التسجيل لبورد نيو مكسيكو، وده رابط تكساس. وده شكل الكارت فاضي قبل ما تعمل البصمات، وده بعد البصمات. بنعمل اكاونت على ايدنتيجو وبنسجل المعلومات بتاعتنا زي الطول والوزن ولون العيون وذكر او انثى والعرق، ولازم نحفظهم كويس عشان بنكتب زيهم في كارت البصمات. وبعدها بندفع تمن خدمة البصمات حوالي $40 أمريكي، بيدينا ورقة كده للدفع بنطبعها وبنمضي عليها وبنحطها مع الكارت بتاع البصمات، وبنبعتها لعنوان ايدنتيجو الخاص بالبورد عن طريق برضو DHL أو شركة ميدل إيست. وبعد ما نخلص خطوة البصمات بيظهر لنا في البورد علامة صح، ده معناه إن تم قبول البصمات بتاعتنا. آخر خطوة علشان تقدر تمتحن وهي التسجيل على بيرسون فيو، وده موقع الشركة الخاص بمراكز الامتحان. انت مثلا سجلت ببورد تكساس وكنت عملت معادلة الشهادات مع شركة زي CGFNS، فشركة المعادلة بتبعت التقرير بتاعك اللي هو CES ريبورت للبورد، وبعدها انت بتعمل البصمات وهيبقى متبقي ليك تسجيل بيرسون فيو، وده مش هتسجله غير لما تبقى جاهز للامتحان. انت بتعمل اكونت هناك وبتسجل بياناتك صحيحة، والاسم لازم يكون مطابق في الاحرف زي الباسبور بتاعك علشان لو في اي اختلاف لا قدر الله مش بتقدر تمتحن. سعر التسجيل في بيرسون فيو وهو $200 امريكي. بعدها بيوصلك ال ATT ومن خلاله بتقدر تحجز الامتحان بتاعك في اي دولة. الفيديو الجاي هنتكلم عن مصادر المذاكرة لامتحان النكليكس RN، وازاي يبقى عندك معلومات كويسة تؤهلك انك تقدر تحل اي سؤال يجيلك، وهنتكلم عن طبيعة الامتحان وعدد الأسئلة، وفي الآخر تجربة الامتحان ليا في دولة الهند. ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في أمان الله.